اعتراضي على السيادة، اعتراضي على السيادة والسيادة للقانون، اعتراضي على السعادة نفسي اشوفها لو ليوم، اعتراضي على الفلول والنسور والدستور. اصبح الان اعتراضي واعتراضك بين سطور، بين مواد كاتبة علينا اننا لازم نغور منها ونسيبها لجنابهم نفسهم نفس الفلول. يعني قول كده كده تاني الشعب هيرجع يثور، ياخدوا منا حبة هما واحنا ناخد حبتين، بس المرة دي هنخسر اصلنا متشتتين بين عقيدة او فريضة او عصابة نشالين، بين غيلان لسه بتاكل، بين ولاد ابو اسماعيل، وبين تراب غالي علينا نفسه يصرخ من سنين. اوعوا تنسوا ان انتوا مني واحنا برضو مطنشين، شكلها رايحة لسوريا وهتبقى سنة وعلويين. يعني حزب الله يمينك وفي شمالك اسرائيل، اما تبقى شيعي مثلا او يهودي او عميل، حبة ياخدوا الاهرامات وحبة ياخدوا منا النيل. يعني هما قسموها واحنا لسه مذلولين مظلومين متهانين، هما عاشوا وخربوا فيها واحنا برضو ميتين. تعمل ايه انت وكتابتك في شباب متنبيين؟ قالوا جنتنا في ايديهم واحنا لسه مصدقين. خليكم ماشيين وراهم بكره تبقى نار جحيم. على اللي قالها ليكم انتم انهم مش صالحين، حطوا في ودانكم ودماغكم اننا مش شياطين كافرين ملحدين ملعونين في كل دين. احنا لو بالشكل دوت ليه ما قتلوناش من سنين؟ لو كنا عاصين الهنا ليه ما رموناش في السجون؟ هم هربوا 1000 مرة وانتوا خيبتوا الظنون، فرطوا في الدين بلدكم جبتولنا احنا الجنون. يعني صوتي وصوت اخويا اصبح بالنسبة لكم عادي، جه في ارضي ولا عرضي المهم تبقى راضي. ضع ميزان العدل بينا كل واحد فينا قاضي، من هنا يكتب تاريخي اني سجلت اعتراضي، من هنا يكتب تاريخي اني سجلت اعتراضي. كلمات عمرو الكتش. شكرا.